السلام عليكم، مرحبتين. وصفتنا اليوم لقمة القاضي، ويقولوا لها عوامة أو القيمات. نوع حلو نقدر نقولوا عليه حلو رمضاني، لأن من الحلويات اللي يتميز بوجودها في شهر الفضيل شهر رمضان. نوع حلو منتشر في الدول العربية كلها. اليوم حنديروا طريقة نعرفوا بها كيف نشكلوها شكل دائري وتحافظ على شكلها، وكيف تطلع معانا مقرمشة ونفس الوقت محافظة على شكل أملس. ما فيهاش مكونات معقدة، لكن فيها خطوات بسيطة هي اللي تعطيني القيمات طعمها حلو مقرمش ومدور. معاكم نعيمة من ليبيا، تابع معي. أول حاجة نوتو العسل اللي هو الشربات أو العقدة. العسل بالنسبة للقيمات لازم يكون عاقد بمعنى خاطر، لأنه هو واحد من الأسباب اللي بيعطيني شكل القيمات أملس وبيحافظ عليها بالشكل هذا. طاستين سكر، طاسة مية، ملعقة صغيرة ليم حامض. في الأول على نار قوية لين يدوب السكر، بعدين على نار متوسطة أو ضعيفة. حنعرفوا إنه طاب، نلاحظوا إن العسل شكله ولا خاطر. توا بنوتو العجينة. عجينتنا تحتاج كوبين دقيق متعدد الاستعمال. أنا استعملت كوب كبير شوية، ولو بتستعملي كوب متوسط بتراعي بقية معايير المواد، بمعنى بتكون كمية خميرة البيرة مش مكومة الكشيك الكبير، مجرد معبي الكشيك وخلاص. ونفس الشيء بالنسبة للبيكنج بودر، ملعقة صغيرة بيكنج بودر، ملعقتين كبار انشاء يعطيها قرمشة، ملعقة كبيرة كاسترد يعطيها لون حلو، بالإضافة يزيدها من قرمشة مش متوفر نستغنوا عليه، ملعقتين كبار سكر، رشة ملح، ملعقة كبيرة خميرة. نخلط المواد الجافة مع بعض، ملعقتين كبار زيت ما يعادل ربع كوب، نص كوب ياغورت درجة حرارة الغرفة. هني المية أكتر من دافية بشوية لأن حطينا ياغورت بدرجة حرارة الغرفة. نضيف المية بالتدريج. نبي عجينة رطبة لكن شادة حيلها شوية، ما نبيهاش رطبة هلبة. الرطبة هلبة مش حتعطيني شكل القيمات أملس. هنا احتجت تلت ارباع الكوب فقط من المية. هذا علاش نضيفوا المية بالتدريج. نقدر نضرب العجينة بالعجانة أو المضرب الكهربائي، المهم تنعجن بمعنى تنسبك كويس. العجينة تكون أتقل بشوية من قوام الكيك، ويكون فيها زي ما نقولوا عرق بسيط، بمعنى تتمغط معاي شوية. كل ما تنعجن معاي أكتر كل ما تنجح معاي أكتر. نغطيها بنايلو ونخليها تخمر من ساعة لساعة ونص. بالنسبة للطريقة اللي استعملتها لتشكيل العجينة، أنا نستعمل في الكيس الحلواني وشفتها أنسب وأسرع طريقة. نستعمل أي كيس، ويفضل لو كان الكيس سميك شوية، يساعدني نتحكم في استعماله ونتحكم في العجينة. أنا العجينة ارتاحت وتضاعف حجمها. خطوة مهمة، لازم نفرغ الهواء من العجينة باش ما تتعبنيش أثناء القلي. ناخد جزء من العجينة ونحطها في الكيس، ومهم ما نعبيش الكيس باش نقدر نتحكم فيه. بالنسبة للقلي نستعمل في طنجرة مش كبيرة، حجمها أقل من متوسط بشوية، لأن القيمات تبي زيت غزير، والحجم الأقل من المتوسط للطنجرة نقدر نوفر الكمية هذه. وبالنسبة للزيت لازم يكون ساخن لكن على درجة حرارة وسط باش تطيب معاي القيمات من داخل. أنا كيف نعرف حرارة وسط؟ نحط جزء من العجينة، ومجرد ما نحطها ترتفع لفوق ومن غير ما تاخد لون بسرعة. توا بنشوفوا طريقة تشكيلها. نقص طرف الكيس، ولو لقيت مازال شوية فقاعات هواء في الكيس نقدر نضغط عليه بإيدي شوية. نغلف إيدي بالزيت ونبدأ في تشكيل العجينة، وانتي بتتحكمي في الكمية اللي تنزل. بتحطي صوابعك فوق فتحة الكيس بشوية، وإيدك التانية اللي شادة الكيس من فوق هي اللي تقعد تضغط على العجينة لتحت. توا هنا بنشوفوا كيف بتتشكل دائرية. أول ما تنزل العجينة بالكمية اللي نبيها، أطراف الصوابع الثلاثة اللي موجودة فوق فتحة الكيس تسكر فتحة الكيس وتضغط بالعجينة لتحت بحركة سريعة. تسكيرة فتحة الكيس بصوابع لما تنزل العجينة هي اللي حددت لي الكمية اللي نبيها،
ولما ننزل بصوابعي لتحت بطريقة سريعة أنا هنا نقطع في العجينة ونفس الوقت نساعد العجينة تنزل دائرية. تبي القيمات صغيرة أو كبيرة عن طريق تحكمك في الكمية اللي تنزل. تبيها صغيرة أقطع العجينة بكمية صغيرة، ونفس الشيء لو تبيها كبيرة، يعني طريقة تقطيعك لكمية العجينة هي اللي بتعطيك حجم القيمات. ولو أنت تفضليها حجمها كبير خلي فتحة الكيس كبيرة شوية من الأول. بعد كملت تشكيل العجينة نلاحظ إنها مسكت نفسها في الزيت، يعني مع شولة عجينة نقعد نقلب فيها باستمرار باش كلها تطيب مع بعضها ونفس الوقت تاخد لون مع بعض. طبعا هنا درجة حرارة الزيت تقعد وسط زي ما قلنا. نقدر نتأكد ان القلية الأولى اللي قليتها كانت قلية كويسة. نضغط على القيمات بإيدي نلقاها متماسكة بطريقة فيها قرمشة شوية، حتى لو خبطت عليها تدير صوت. هذه القلية الأولى، هيك يكون استوائها، يعني الطبقة الخارجية ناعمة، بمعنى شكل القيمات مساوي مش معكرش. وهذه واحدة من الحاجات اللي حنعرف ان القيمات حتجي شكلها ناعم. نسكترها كويس من الزيت ونحطها في صينية تكون القيمات جنب بعض مش فوق بعض باش ما تنديش، لانها تكون قاعدة سخونة. هنا كملت قلي القيمات القلية الأولى ونخليها تبرد تماما، وناخد نقليها القلية الثانية. هذه اللي بتعزز لي القرمشة وتخليها مقرمشة لفترة طويلة، ونفس الوقت تخليها تكسب لون أكتر. بالنسبة لحرارة الزيت نفس الشيء، نحافظوا على حرارة وسط. نستمر في التقليب لين نتحصل على قرمشة واضحة من حركتها ونتحصل على لون حلو. نكمل قلي الكمية كلها. هنا عسل واتي بارد وعاقد بمعنى خاتر، نضيف له قطرة من روح العطر. العطر يميزها بطعمه تحفة. العسل يلعب دور كبير في انه يحافظ لي على نعومية القيمات. لو العسل جاري شوية هو طايب طبعا، لكن يعتبر للقيمات كأنه مية، وهيك معناها بيخلي القيمات تفقد نعومتها بمعنى تتكرمش. هذا علاش لازم العسل يكون عاقد بمعنى خاتر. نخلي القيمات في عسلها، مدة قعادها في العسل تعتمد على رغبتك في درجة حلاوتها، وبهيك نكون تحصلت على القيمات ناعمة وتتقرمش. وهذه هي القيماتنا، شكلها تحفة مقرمشة ومفوحة بالعطر. نتمنى نكون قدرت وضحت تفاصيل نجاحها. وهذا كان فيديونا لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. في أمان الله.